أهلا بيكم. وأنا صغيرة كانت جدي صالحة الله يرحمها ديما تدور بشكارة متاع دواء، وكي نسأل وكبرت شوية بديت نفهم اللي هي عندها السكر وعندها التونسيون وحاجات أخرين حاسين. يا ربي يلطف بالناس الكل. دوكو اقتنعت، ومن بعد عندي زادة برشا أفراد في عائلتي، حتى بابا الله يرحمه جاهم السكر، وفما أمراض هذوما اللي موجودين في تونس أكثر حاجة، التونسيون والسكر. دوكو اقتنعت اللي هي نورمال، فما عباد في الجينيتيك متاعهم بالوراثة باش يجي نهار يمرضوا بالحكاية هذيك. في حياتي ادو زيبيزود مرضت مرة، والطبيب ما ريكوموندي باش ناخذ الدوايات نتاع الكوليسترول ادو ريبريز، معناه وقال لي نورمال هذيك هي. انا بيرسونيلمون عمري ما اقتنعت بالحكاية اللي هي نورمال. سي فري كي كنت صغيرة اوكي، اما كي كبرت وقريت وفهمت عرفت اللي ليغيديتي عندها دور، مي زاد لي فاكتور انفيرونمونتو واللايف ستايل نتاعك ينجم ياثر على الاخر. علاش نحكي لكم في الحكايه هذه؟ خاطر كان انت عندك ديبي نتاع كوليسترول ولا ديبي نتاع سكر ولا حاجه، راهو تو بو اجير. اللايف ستايل نتاعك كان تبدلو تدخل برشا اكتيفيتي فيزيك وماكله مستويه وبالكدا، راهو انت تنجم تقرر. راهو الامراض هذيا اللي كان في مخي اللي هي سيت اون فاتاليتي ولازمه على خاطر الجينيتيك، راهو ما هيش لازمه. وفما برشا عباد مرضوا وارتاحوا، الحاجه اللي عمري ما كنت نتصورها قبل وعباد نعرفها. دونك من توا ما تبديش مسلم، ما تبديش ليه مش مني انا، ذاك هو من جينيتيك من الدم ما نعرف شنيا. اعمل اللازم باش ما تطيحش في الوضعيات هذي، وربي يشفينا الناس الكل. باي باي.